أنا بنت عندي 18 سنة. كنت عايشة حياتي عادي زي أي بنت. عندي أحلام بسيطة وقلبي مليان فرحة وسذاجة. سنين العمر لسه ما ابتدتش معايا. كنت مخطوبة بقالي 2 سنين. بحب خطيبي حب ما يتوصفش، وهو كمان كان بيقولي نفس الكلام. كنا بنقعد نخطط لحياتنا سوا، بيتنا، عيالنا، لون الحيطان بتاعت البيت، تفاصيل الفرح، كل حاجة جهزنا لحد آخر تفصيلة. كنت بحسب الأيام عشان ألبس الفستان الأبيض وأبقى عروسته. بس اللي حصل غير كل حياتي. قبل الفرح بشهور قليلة حصل لي حادثة عربية جامدة، فقدت وعي وصحيت ألاقي نفسي في المستشفى متوصلة بأجهزة. أمي قاعدة تبكي وأبويا واقف يدعيلي ربنا ينقذني. الدكاترة قالوا لي إني نجيت من الموت بأعجوبة، بس في إصابة محدش قدر يعالجها غير بقرار صعب قوي، لازم يشيلوا الرحم. الكلمة وقعت عليا زي الصعقة. أنا اللي كان نفسي أبقى أم وأشيل طفل في حضني، إزاي هعيش من غير رحم؟ خطيبي وقتها اعترض واتخانق مع الدكاترة، وأنا كمان رفضت. لكن الحقيقة كانت أصعب، يا العملية يا الموت. اتعملت العملية وقمت منها بجسم مجروح وقلب مكسور. الجرح الأولاني التئم بعد شوية، لكن الجرح التاني عمره ما التئم، خصوصا لما جه خطيبي بنفسه وقال لي أنا مش هقدر أتجوز واحدة مش هتخلف. فضلت أعيط وأترجاه، قلت له حتى يتجوزني وبعدها يتجوز غيري زي ما هو عايز، بس يفضل جنبي وما يسيبنيش. لكن هو أصر يسيبني. الكسرة دي كانت أوجع من العملية، من الحادثة، من أي حاجة. كنت حاسة إن روحي اتاخدت. ومش بس كده، بعد شهور قليلة خطب بنت تانية وعمل فرح في شارعنا. ليلة الفرح كانت ليلة عمري ما هنسى وجعها. هو عريس والناس بتزغرط وأنا قاعدة في أوضتي ببكي بحرقة. عدت أيام وسنين وأنا حاسة إني مش أنا، انعزلت مكتئبة تايهة، ومفيش حد قادر يمد إيده لقلبي ويطيبه. كل ما أشوفه معدي في الشارع مع مراته كنت بحس إن روحي بتنزف، لحد ما في يوم خبط بابنا. فتحت أمي ولقيته هو اللي كنت بحبه اللي كسرني. دخل وكان شكله متغير، هزيل تعبان. قال ممكن أشوفها؟ طلعت له وأنا قلبي متلخبط بين الغضب والشوق ليه. بصلي وقال بصوت مكسور سامحيني، أنا كنت غبي، سبتك عشان موضوع الخلفة واتجوزت، بس النهاية لا خلفت ولا مراتي استحملتني، سابتني ومشيت، ولقيت نفسي وحيد، ما لقيتش غير بابك أخبط عليه. قعدت أبص، ما كنتش شايفة قدامي نفس الشخص اللي عرفته زمان. شفت واحد مكسور جاي لي متأخر قوي. قلت له بهدوء يوم ما كنت محتاجة لك مش يسوى سبتني، يوم ما توسلت لك قسيت عليا، جاي دلوقتي بعد ما الدنيا خذلتك تقولي ارجعي لي تاني؟ أنا مش البنت اللي كنت بتترجاها تكمل معاك. أنا دلوقتي ست أقوى، عرفت إن حياتي مش متوقفة عليك ولا على أي حد. اتأثر بكلامي، عينه دمعت، حاول يمد إيده ناحيتي، بس أنا رجعت لورا. ابتسمت ابتسامة فيها وجع ورضا في نفس الوقت. أنا خلاص اتعلمت السعادة مش في الجواز ولا في العيال، السعادة في الرضا، وإن الواحد يعرف قيمته وقيمة نفسه. مشي هو ساكت زي ما جه وسابني. أنا بقى قررت أعيش حياتي من جديد. اكتشفت إن اللي فات ما يسويش إن عمري يضيع عشانه. وأول ما ابتديت أحب نفسي وارضى بقدري حسيت إني بقيت أقوى من أي وجع. عدى كم شهر، وفي يوم وأنا في الشغل الجديد اللي بدأت فيه اتعرفت على إنسان مختلف. كان راجل جدع طيب، مش بيبص العيب ولا النقص، بالعكس كان شايف فيا قوة ورضا. كان بيقول دايما اللي واقف على رجليه بعد كل ده يستاهل يتشال فوق الراس. اتقرب مني بهدوء وصبر عليا،
ووراني إن الدنيا لسه فيها ناس حقيقية بتحب بصدق. بعد فترة اتجوزنا، ويمكن ما خلفناش، لكن عشنا أجمل أيام حياتنا، أيام مليانة بالحب والدفى والطمأنينة. وساعتها عرفت إن اللي بيرضى بقدره ربنا بيعوضه خير. وأنا فعلا ربنا عوضني، مش بولد ولا ببيت،